في قاعدة على السريع النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل question tag لو الجملة اللي عندي بدأت ب I think أو we think. القاعدة بتقول لو أنا عندي جملة بدأت بأي ضمير من ضمائر الفعل اللي احنا نعرفهم باستثناء ضمائر المتكلم أنا ونحن I أو we، ولقيت بعدها مجموعة الأفعال اللي احنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي. say بمعنى يقول، think بمعنى يفكر، guess يخمن، suppose يفترض، believe يؤمن، و expect بمعنى يتوقع. يبقى أنا عندي جملة بدأت بجميع الضمائر اللي احنا عارفينها باستثناء ضمائر المتكلم أنا ونحن اللي هي I و we، وجي بعدها مباشرة مجموعة الأفعال اللي احنا المفروض نحفظهم بنقول عليهم أفعال التفكير أو أفعال التوقع. إزاي يا ترى نقدر نكون الجملة دي question tag؟ قال لي بشكل طبيعي جدا في الحالة دي هنكون ال question tag من الجملة الأولى. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا ناخد مثال ونطبق. المثال اللي عندي بيقول he thinks they can win. هو بيعتقد إن هم يقدروا يفوزوا وطالب مني أكون question tag. هتصرف إزاي هنا؟ طالما أنا عيني شافت فعل من أفعال التوقع أو التفكير اللي هو thinks فأوتوماتيك بشوف ضمير الفاعل اللي قبله. طالما مش I أو we يبقى أنا هنا هكون ال question tag من الجملة الأولى. طيب هي فين الجملة الأولى؟ he thinks. جملة بتتكون من ضمير فاعل ثم فاعل، كأنه فاعل وفعل. طيب هكون الكويستشن تاج ازاي؟ قال لي بشكل طبيعي جدا. دي جملة مثبتة يبقى انت بتدوري على فعل مساعد مثبت. لو مش ظاهر قدامك يبقى بنفكر في verb to do اللي هو do أو does أو did. لأن المين verb في الجملة اللي هو thinks في البريزنت هنستبعد did لأن ده فعل مساعد في الماضي، وهيتبقى عندنا do و does. من ضمير الفاعل هي هعرف إن احنا هنختار الفعل المساعد does، ويبقى كده أنا جبت الفعل المساعد بتاعي في حالة الإثبات. أكون الكويستشن تاج إزاي؟ طالما الفعل المساعد مثبت أحوله للنفي يبقى doesn't، وبنزل ضمير الفاعل هي بتاع الجملة الأولى. أنا ماليش دعوة إطلاقا بالجملة التانية، بعتبرها ملغية أو بعمل عليها خط بالقلم الرصاص. وتبقى إجابة الجملة اللي عندي he thinks they can win doesn't he. مثال تاني لما نقول you don't think this is a good idea. أنت لا تعتقد أنها فكرة جيدة. ناس كتير تتلخبط وتيجي تقولي أنا شايف في الجملة أكتر من فعل مساعد، شفت don't في حالة النفي وإس في حالة الإثبات. هقول لك الفيصل الفعل اللي موجود في الجملة، لو لقيته فعل من أفعال التوقع زي think زي ما إحنا شايفين في الجملة فأنا هرجع وأشوف ضمير الفاعل اللي قبله. طالما مش I أو we يبقى أنا الكويستشن تاج هعملها من الجملة الأولى. طب هي فين الجملة الأولى؟ you don't think جملة منفية عادية وهعتبر باقي الجملة ملغي X أو خط بالقلم الرصاص. طيب الجملة اللي عندي اللي هي you don't think جملة منفية، بدور على الفعل المساعد المنفي موجود قدامي اللي هو don't، بحوله للإثبات do، وبنزل ضمير الفاعل بتاع الجملة الأولى you، وتبقى إجابة السؤال اللي عندي you don't think this is a good idea do you. بكده يبقى خلصنا الجزء الأول من القاعدة. لكن يا ترى التريكي بوينت في القاعدة فين؟ قال لي والله التريكي بوينت هتلاقيها في حالة شفنا أفعال التوقع أو التفكير اللي احنا اتكلمنا عنهم والمفروض حفظناهم من المرة اللي فاتت، اللي هم say أو think أو guess أو suppose أو believe أو expect. شفنا مجموعة أفعال التوقع أو التفكير وبدأت الجملة بتاعتهم ب I أو we. يبقى أنا عندي جملة المرة دي بدأت بضمائر المتكلم أنا ونحن، وجي بعدها مباشرة أفعال التوقع أو التفكير. هنا هنعمل الكويستشن تاج بتاعي إزاي؟ قال لي هنا دي الاستثناء والحالة الخاصة، وفي الحالة دي هنعمل الكويستشن تاج بتاعنا من الجملة التانية مش من الجملة الأولى. مثال على الكلام ده لما نقول I think they can win وطالب مني أعمل question tag. أنا شفت فعل من أفعال التوقع اللي هو think، رجعت خطوة لورا علشان أشوف سواء كانت عندي الجملة مثبتة أو منفية. عايزة أشوف ضمير الفاعل شكله إيه فلقيته I اللي هو واحد من الحالة الاستثنائية. يبقى أنا كده هعمل هايلايت عليها وهتصرف هنا بقى بشكل مختلف. إزاي؟ هنلغي الجملة دي خالص ومش هنعتبرها موجودة، والمرة دي هنجيب الكويستشن تاج من الجملة التانية اللي هي they can win. هنجيبها ازاي؟ بشكل بسيط جدا. جملة مثبتة بدور على فعل مساعد مثبت، لقيت can اللي هو فعل من الأفعال الناقصة أو المودل فيرب. في حالة الإثبات بيتحول للنفي can't، ودلوقتي عايزة أنزل ضمير الفاعل. يا ترى هنزل أي ضمير فاعل؟ احنا اتفقنا إن الجزء الأول من الجملة ملغي I think علشان ضمير المتكلم I، يبقى أنا هحط ضمير الفاعل بتاع الجملة التانية اللي هو they، وبالتالي هتبقى إجابة الجملة اللي عندي can't they. الجملة كاملة هيكون إجابتها I think they can win can't they. مثال كمان لو قلت لك we suppose they are late. إحنا بنعتقد إن هم متأخرين أو هم هيتأخروا، وطالب مني بنفس الطريقة أكون question tag. شفت الفعل suppose من أفعال التفكير،
رجعت خطوة قبله لقيت ضمير المتكلم نحن اللي هو we، يبقى الجملة دي مش هعتبرها موجودة معايا وهعتبرها ملغية، وهجيب الكويستشن تاج من الجملة التانية اللي هي they are late. فعل مساعد مثبت عشان الجملة مثبتة اللي هو are، بحوله للنفي يبقى aren't، وبنزل ضمير الفاعل للجملة التانية اللي هو they، وتبقى إجابة الجملة اللي عندي we suppose they are late aren't they. تريك كمان هنشوفها في قاعدة I we ونركز معاها كويس قوي. السؤال اللي عندي بيقول I don't think she is ready، أنا لا أعتقد إن هي جاهزة، وطالب مني أكون question tag. احنا اتفقنا ان احنا طالما شفنا فعل من افعال التوقع او التفكير اللي هو think، انا برجع خطوه لورا وبشوف ضمير الفاعل. هنا انا شفت ضمير الفاعل اللي عندي هو I، مظبوط الكلام ده؟ يبقى انا اوتوماتيك الجمله دي انا بعتبرها جمله لاغيه ومش موجوده معايا. لكن الان في الجمله دي فين؟ انه في حاله لو بدات الجمله باي او وي وكانت منفيه، النفي بتاعها بيروح للجمله الثانيه. يعني ايه؟ يعني انا عارف خلاص ان الجمله دي هجيب انا الكويستشن تاج منها من الجمله الثانيه اللي هي she is ready. لكن تعالوا مع بعض نفهم معنى الجمله. الجمله بتقول لك والله انا لا اعتقد ان هي جاهزه. معنى الجمله ايه؟ معناها ان هي مش جاهزه، وبالتالي كاني شلت النفي من الجمله الاولى ووديته للجمله الثانيه، فبقت الجمله الثانيه اللي عندي she is not ready. ومن الجمله الثانيه اللي انا عملتها دي هي اللي هجيب منها الكويستشن تاج اللي هي she is not ready. الفعل المساعد في الجملة هو isn't، بحوله لحالة الإثبات يبقى is، وبنزل ضمير الفعل اللي بيخص الجملة التانية اللي هو she، وتبقى إجابة السؤال اللي عندي I don't think she is ready is she. مثال تاني عشان نأكد على الجزء ده مهم جدا تركزوا معايا لما نقول we don't think he will come، نحن لا نعتقد إن هو هيحضر أو هيكون معانا موجود النهاردة، وطالب مني أكون question tag. لقيت فعل من أفعال التوقع أو التفكير اللي هو think، رجعت ورا لقيت ضمير الفاعل we، يبقى أنا أوتوماتيك هلغي الجملة دي ومش هعتبرها معانا. لكن بما إن الجملة منفية فالنفي بتاعها هيروح على الجملة التانية، فكأن الجملة التانية هيبقى فيها not، وتبقى he will not come، ومن هنا هبدأ أعمل الكويستشن تاج بتاعي. جملة منفية فين الفعل المساعد فيها؟ هيبقى will not، هيتحول للإثبات يبقى will، وهنزل ضمير الفاعل he، وتبقى إجابة الجملة اللي عندي we don't think he will come will he. بكده يبقى خلصنا قاعدة على السريع النهاردة، أتمنى تكون سهلة بإذن الله. لو فهمتوا الدرس سبسكرايب ولايك وشير، وأشوفكم المرة الجاية. باي باي.